ما يحدث في ميدان التحرير الآن وتوافد بعض الوفود من خلال مراسلنا هناك حاتم صالح. حاتم، صباح الخير. حاتم، صباح الخير. اسمعك. اولا عايزين نعرف منك حاتم صوره عامه على ميدان التحرير بالنسبه لاعداد الوافدين لميدان اللي بداوا يتوافدوا على ميدان التحرير دلوقتي، وايه ابرز ما يمكن ان يكون مشاهداتك خلال اللحظه الراهنه؟ يعني ميدان التحرير الان ربما يكون من المبكر ان نحكم على الاعداد المتواجده في ميدان التحرير لا زالت مبكره، لكن الاعداد قليله بالنسبه للجمعه السابقه. ربما يصدر بنا الاشاره الى ان التسميه ربما خانت توفيق من جهز لهذه التظاهره اليوم، من جهز لهذه المليونيه اليوم، كان التوفيق في تسميتها جمعه الغضب الثانيه. من المعلومه ان جمعه الغضب الاولى كانت ضد الرئيس السابق حسني مبارك وما اوصل البلاد اليه من حاله من التردي، كانت ضد حزب الوطني الذي افسد الحياه السياسيه في مصر، كانت ضد حكومه تركت الحبل على الغارب للمستثمرين الفاسدين. اما اليوم فيعني جمعه الغضب الثانيه من الامام موجه الغضب. هذا السؤال يجدر السؤال لمن الغضب؟ هل القوات المسلحه؟ من يريد ان يعرف قدر وقامه وقيمه القوات المسلحه المصريه فلينظر غربا الى القوات المسلحه الليبيه وما تفعله بالشعب الليبي. من يريد ان يعرف قدر وقامه القوات المسلحه المصريه فلينظر الى شمال الشرق في القوات المسلحه السوريه وما تفعله، والقوات المسلحه اليمنيه وما تفعله. طيب الهتافات والمطالبات يا حاتم، اقتناعها بالثوره المصريه والشباب المصري هو الذي اوصلنا اليوم الى هذه اللحظه الفارقه من حاتم اسالك عن الهتافات التي تتردد داخل الميدان الان. الهتافات يعني بعض الهتافات وفي جماعات ربما عباره عن 100 من بضع مئات من المواطنين ترفع يافطات محاكمات علنيه وسريعه للقتله ورموز الفساد. رددوا الجيش والشعب ايد واحده، لكن الجميع هنا يطالب ويتحاكى ويتساءل عن البطء في المحاكمات، ويطالبون المحاكمات علنيه وسريعه، ويتحدثون عن المستشار محمد عاصم الجوهري وكيف انه اخلى سبيل سوزان مبارك. يقول في اي قانون يتم تسليم المسروقات ويخلى سبيل السرقه. ولكن هنا البعض يتحدث عن الحديث الشريف المراه المخزوميه التي سرقت وان الشريف يتحدث فيها عن انه. طيب حاتم، يعني هي الكاميرا جايبه لنا اعداد تقريبيه لمن حضروا حتى الان لميدان التحرير. اذا عقدنا مقارنه، انت غطيت غالبيه ان لم يكن كل المليونيات السابقه في الاسابيع السابقه، اذا عقدنا مقارنه ما بين مليونيه اليوم والمليونيات السابقه، ايه ابرز المشاهدات اللي شايفها مختلفه عما سبق؟ اعتقد ان الوجوه مختلفه، واعتقد ان الكثافه مختلفه. كانت في جمعات سابقه، كانت في هذه الساعه العاشره كان يكون الميدان ممتلئا تقريبا، كان بيكون ممتلئا اخير استعدادا لصلاه الجمعه. اما الان فنستطيع ان نحصيهم بما يقارب 10,000 تقريبا المتواجدون هنا. اولا لا وجود للقوات المسلحه في الميدان، في مداخل الميدان. القوات المسلحه تركت الميدان ينظمه المسؤولون، ينظم الحركه اليوم المسؤولون عن هذه التظاهره. فالقوات المسلحه وقوات الشرطه غير متواجده هنا في الميدان. على كل اليافطات المرفوعه تتحدث عن بعضها يافطات فئويه. ثوار التحرير يطالبون برحيل ومحاكمه الفريق احمد صادر، فهي حاجه فئويه تتعلق بهيئه قناه السويس. اما الحديث هنا يتحدثون عن التسريع في المحاكمات، ويتحدثون ويتنظرون باخلاء سبيل يعني كيف يتم اخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي بكفاله 100,000 جنيه. يتحدثون هل دماء الشهداء تساوي 100,000 جنيه؟ يتحدثون المستشار محمد عاصم الجوهري هل دماء الشهداء تساوي 100,000 جنيه ليتم اخلاء سبيله؟ نعم، لكن الاوضاع هادئه حاتم حتى الان. تماما. نعم.